هي دي اللي بتتحط وما بتعصرش. الحمد لله الراجل جه غير لنا الحاجات دي الحمد لله. مش عارفه الدينامو والمقوى ولا هو العصر. ما سالتوش ليه؟ انت هتحطها غسيل. هحطها غسيل. حرف البي. حرف البي بس حط الربس الاول بقى. هي بتلف في اتجاه واحد. حرف البي انت كده خليتها على ايه؟ دي اللي انت مسكتها التانية دي الحراره مالكش دعوه بيها. حط غطا في النص. بصوا الارض عايزه تتمسح. هي دي كان الدوره دي كان بيجربها. كان حاجه نضفتها جوه فنزلت على الدرج. طب طلع الدرج. استنى. الدرج بيطلع؟ عمرك ما عرفت الدرج بيطلع ازاي؟ اهو بس شد بره بس خلاص يتغسل بقى ويتنضف ويبقى تمام. هات لي فوطه كده بنمسحها. بس تحيل الحروف دي من فوق عشان لما تروح من صفحه الشحن ده ايه ده اهو؟ قال لك ده ايه؟ ده بقيس بس كويس عملناه مش مشكله. اهم حاجه ان هي اتعملت. انا ما كنتش بغسل الدفات خالص كنت بركنها. انا بطلت احط لها اريال عادي على فكره عشان الصدى ده بيعمل. لا مفيش صدى ولا حاجه هو مكان الحته دي بس. ايوه عشان المكان الاريال صح. عشان كده ما عدتش بجيب اريال ربس وبودر. هو اللي بيعمل ده عشان الماده الكاويه اللي فيه بتفضل. لكن ده سايل بيسيح على طول وبيمشي ما بيعملش الماده الكاويه. عشان من ساعه ما لقيتها صدت كده ما عدتش بجيب لها الاريال. في حاجات كده لازم تبوسيها كل يوم الصبح. الغسالات ونعمه ربنا عليكي دي من ضمن الحاجات دي اللي مريحاكي دي. الغساله دي خلت فيها حاجه عارف نظر الناس دي. يا لهوي الارض عملت ازاي عايزه تمسح مسحه. في توكيلات كتير اول ما يكون معكش الضمان بتاعها ولا الرقم بتاع الضمان عليها بتضطر تكتب في جوجل اسم الماركه او اسم الموديل اللي عندك. يطلع لك خدمه صيانه. خدي بالكم ان خدمه الصيانه دي بتبقى في منها كتير مضروب مش الاصلي. وايا كان الاصلي الشركات الاصليه يا جماعه ايا كان ايه اللي في المنتج ان شاء الله هيغيروا لكم الجزء نص الغساله نص الثلاجه بيعملوها قدامك في البيت زي كده. اللي يقول لك هشيل الغساله ولا هشيل الثلاجه ولا هشيل المبرد ولا هشيل اي حاجه واروح اصلحه لك واجي ده نصاب وش. اصل التجربه دي ده نصاب. ايوه احنا عشنا التجربه دي يا جماعه. حصلت بالفعل. حصلت. كتبوا في جوجل شركه كذا شركه عملاء كذا طلع لهم مركز صيانه عادي خالص. خد المنتج وكان غالي وبوظه. خد الغساله وخدها ومشي وعلى فين ما خدنا بالنا وركزنا. ايه ده مش الشركه الاصليه. ما اتصلنا بالشركه الاصليه. هات لي خلاط هات لي مروحه هات لي ميكروويف بس وبييجوا لو قلت لهم تعالي البيت يجي لك بس بتكلفه زياده. لكن ايا كان ايه اللي في المنتج ما بيشيلوش. والله غيروا نص الحله عند ماما نص الحله فكوا الغساله كامله وما خدوهاش الشركه الاصليه. لكن اللي هم بقى الناس اللي شركات صيانه بقى ومنهم لله والله العظيم عشان بياخدوا الحاجه يخرجوها من الضمان. بيجوا بقى يقول لك هاخد الحاجه عشان يروح يلعب فيها براحته بقى ويشتغل فيها براحته وبعدين يجيبها لك بقى سليمه مكسوره بايظه مسروق منها حاجه من جوه ما احناش عارفين ايه. فده الرقم بتاعها كان مكتوب هنا هو ده ضمانه هو وده ضمانه هو برضو نفس البتاع. يا اما تدوروا على الضمان نفسه لو انتوا شاريين الحاجه جديده دوروا على الضمان نفسه اللي انتوا شاريينه في الكرتونه اللي جاي معاكم في الكرتونه هتلاقوا فيه الرقم. ما تجيبوش من جوجل يا جماعه لان دلوقتي بقت شركات النصب كتير جدا والناس اتاذت كتير جدا بسبب الموضوع ده. حتى انا لما كلمت شركه زانوسي نفسها الشركه دي قالت لي راحت كاتبه لي ملياني كود كده وقالت لي المندوب ما يدخلش عندك الا بالكود ده. وكلموني تاني وقالت لي الغساله هتتصلح عندك الغساله مش هتتشال من مكانها. قلت لهم تمام مفيش مشكله. بس يا عم الله ينور عليك. لا انا خايف من الميه ومع الحديد. الميه مع الحديد ميكروب الصدر. اصل هو المكان ده اصلا كله ميه. ماشي بس نعمل عليه بيقولوا هي الميه مش اللي مصدياه هو الاريال الربس اللي هو البودر هو اللي بيعمل كده. هو اللي يصدي حاجه. لانه بيسيب بواقي منه ما بتاخد الرواسب دي فيها مواد كاويه فهي بقى مع الوقت بتعمل برومه وبتعمل صدى. فلازم اقعد اقول والله لازم مش مشكله. الموضوع هيرسى على ان انا انشف دي انشفها بس الموضوع ما يبقاش كده يعني. دي بتحط فين بقى؟ انت طلعتها منين دي؟ بس يا عم اهي بس كده
يعني هي بتثبت بس. راح فين؟ لا بس اسكت البري بس. ما هو اللي كده غير اللي كده. اللي بينفخ في الشوربه غير الزبادي. والله العظيم ده انا حبيبتي مش مريحاني. بحط فيها الغسيل وتطلعوا لي ناشف ومغسول. مش احسن ما اغسل على ايدي؟ احكي لك في نص دقيقه حكايه الغساله دي. دي كانت امي الله يرحمها بتغسل على ايديها. لا مش على ايديها، على الغسالات اللي هي بتاعت زمان اللي هي كانت بتفتح من فوق دي، اللي هي الغسالات العاديه الماتور اللي هي فقلت لها وعد مني اول ما اسافر مع اول مرتب هجيب لك غساله. وكان جالها الروماتايد بايني او الروماتيزم. كان عندها روماتيزم وروماتايد. فدي اول مرتب ليا من كام سنه، مش هقول بس من سنين كتير. كانت اول مرتب ليا لما سافرت بره. من كام سنه؟ من حوالي 20 سنه. لا اكتر. اكتر؟ دخلت في 25 سنه. والله؟ والله. فكانت ما شاء الله دي كانت اول هديه واول مرتب ليا لامي لما سافرت بره قبل ما تموت. عشان كده عايشه برك، عشان كانت برك بعد ما توفت انا ركنت الغساله الثانيه اللي جايب في هناك في البيت القديم، وقلت لها لا مش هنشغل غير دي، وشغلناها وزي الفل. اللي هي الغساله اللي ركننا بقى، الغساله اللي هي كانت اللي هي بتاعت جهاز يا جماعه، اللي كانت بتفتح من فوق دي، موجوده وشغاله وجميله. بس دي جميله. متابعينا من زمان قوي هم اللي يفتكروها. انا مطلعه دي معاهم على فكره، فتحتها وشغلتها معاهم. دي انا كان جالي بيع عليها ب 2000 جنيه، ما رضيتش، قلت هي احسن من 2000 جنيه زمان قبل الغلو. هي جالي ليها بقى، قلت له لا مش هبيعها، خليها بال 2000 جنيه. وتروح هي وتيجي الايام والنهارده اصلحها ب 2600 جنيه. سبحان الله، بثمنها اللي كانت هتتباع بيه. لا بس طب وانت كنت جايبها بكام بقى؟ لا بس كانت جنيه ساعتها. كنت جايبها بكام؟ كنت جايبها تقريبا 1500 2500 حاجه زي كده. دلوقتي ب 15000. دلوقتي 15000 عادل. اللي هي 7 كيلو دي. ده بس بيقفل في الاول زي الفل، بيقفل الاخر اهو. ما هو كان بيقفل الاخر. لا بس مش بالسلاسل دي. يلا املى بقى غطا واحد بس يا زين. بس كده. دلوقتي 7 كيلو من 10 ل 15000 على حسب النوع والماركه ودي على فكره كانت ايديال زانوسي، ما عادش ايديال زانوسي دلوقتي، دي بقت لوحدها ايديال اهي زانوسي. بيقول لي الحساب كان يبقى اكتر من كده، 200 جنيه 400 جنيه زياده. ليه؟ قال لي عشان التوصيل والتركيب والنقل والحاجات دي كلها. بس انت من العملاء اللي قدام، قال لي متسجل عندنا من العملاء اللي قدام. علشان عندنا من زمان، عشان عملنا صيانه ليها. فاكر لما غيرنا لها هي المشتريات اصلا بتاعتها من زمان 25 سنه. لا انت مش احنا عملنا لها صيانه من 3 سنين لما اول ما طلعناها، اول ما انت نزلت من السعوديه. كان لما مساعدين. ايوه ساعتها قلت الراجل ليه 2000 جنيه، قال لي يا عم هاخد لي 2000 جنيه وهات. قلت له لا. لان دي خلاص ايديال زانوسي كده ما عادتش موجوده دلوقتي، ايديال لوحدها وزانوسي لوحدها بس. يعني بس هنشوفها بقى تعصر ولا لا. هشوف بقى، انا معاكي لان انا ده المعطر. ده معطر عايز تحط. المشكله ان هي ما بتعصرش. لا ما كانتش بتعصر، كانت بتعصر الغسيل العادي، لكن الدفايات دي لا بتفتح بس بالراحه كده. حطها انا. لا املى هنا بس. لا مش بتطلع بره ولا حاجه. بص غرقت الدنيا يا عيني يا علي. الحق يا علي. مش عارف انا والله. الحق معلش حبيبتي. انت عارف انت فكرتني بمين؟ كان في واحد كل ما حاجه تقع على حاجه يقعد يمسح عليك. حبيبتي في داخل مكان ما انت بتفتحها كده تحت في شويه بتعمل ده. انت ما بتهتمش بالشيء انت عايز تهتم بيه. انت قيمه الشيء عندك بقيمه ما هو مريحك. بس انا دي من الحاجات اللي غسالات الاوتوماتيك والحاجات اللي بتبقى مريحاكي في حياتك دي، لان الغسيل صراحه يعني متعب. فالله يكون في عون امهاتنا ويجعل تعبهم. بظبطها كده والله انا بغسلها على طول، متابعيني يشهدوا. كل قد ايه؟ كل فتره. كل قد ايه؟ يعني كل ما اجي انضف تنظيفه عميقه للمطبخ بعملها. التنظيفه العميقه دي بتبقى كل سنه. لا مفيش الكلام ده على فكره، والله مشاهديني يشهدوا. طيب هي دي متابعيني يشهدوا. طيب هي دي كل شهر ازازتين خل. بحط لها بقى انا هجيب لها ازازتين خل. انا بحط لها ايه بقى يا علي؟ بشغل الميه على 30 على 90، بشغل الحراره على 90. طلع دي استنى يعني انت ما انتش عارف دي ايه اصلا، وبتتكلم معايا عن النظافه. لا دي ده فلتر اللي بيطلع بواقي والحاجات. لا خلاص طلع يعني طلع بس لسه عايز شويه ده اللي بتطلع بواقي الغسيل، الوبر فكرني واحد صاحبي كان معاه عربيه يقول لي كل ما اروح مشوار انزل ابص. هي دي كده. كل ما تغسل الغسله تقول لها شكرا.
اه والله الله يكون في عون امهاتنا ويجعل تعبهم في ميزان حسناتهم. اللهم امين. الغسيل متعب، انا ما بعرفش اغسل على ايدي ليه كان فوق زمان المطبخ. بيقولوا من الروماتيزم من الغسيل. الله يرحمه. فانا هنكمل بقى كده ونشوف ايه بعد ما تعصر، عايزه غسله محترمه للمطبخ ده بقى. محترمه. وده على فكره هو ما غسلهاش، هو عصرهم بس، شغلهم دوره عصير بس. جرب عليه. تعالوا ما نشوفه يا ترى عصرت ولا لا. هي عصرت ناشفه ناشفه. اللهم لك الحمد يا رب والشكر. اللهم لك الحمد والشكر. لا ده كانت بتبقى ميه ميه ميه. تمام الحمد لله. هنحضر السحور بقى. حط لي الغسيل في عند المنشر. يلا هاتي الجاروف عشان عايزه انضف المكنسه دي. صباح الخير. السلام عليكم. صباح الايه؟ صباح الخير بالليل. صباح الخير بالليل. وريني الجرجير بتاعك اللي انت دفنته ده. لا لا ما تخافيش. ده انا مرعوبه. طب ما ابدر بالمره وانت شغال كده. هات بذور الجرجير ابدرها هناك في البتاع اللي هناك ده. مش هتاخد وقت. هات ابدرها، روح انت وانا هبدرها. مش هتاخد وقت. بص دي نبتت اهي. نبت يعني ايه؟ هو دفنيها. لا انا اشتغلت على قد ما اقدر ان انا ما بوظلكيش اللي موجود، وفي نفس الوقت اعرف اعمل شغل. والبتنجانه بتاعتك مصحصحه زي ما هي. الله ينور. ماشي وده نبت اهو. هنضف بقى انا المكنسه وسيب لي بدور الجرجير هبدورها انا. ماشي. اللي هو يعني ما تخافش منها اللي بدر دي على فكره. لا بس دي افضل حاجه جربناها بنحطه مع الرمل. لا على مداري البذور بس. استنى. ايه؟ احنا جربنا مرتين. مره لما رمينا البذور بس دفنا البذور طلعت بس. خفيفه. ومره لما مسكنا البذور حطيناها مع الرمل ورمينا الرمل كله. ما هو هي دي بقى. هي دي طلعت كثيفه كده وحلوه. لا بس هنا علشان في شمس الجرجير واخد راحته. هنا الحته كانت ضيقه. كانت ضيقه مش مشكله على قد هو على قد احتياجنا بيكفي. نحطه هناك بقى. نفضل في الحته اللي هناك. ماشي. الله اكبر الله اعظم. بوظ التوم. جاب اجل التوم. دول تستخدميهم ده عامل زي الكرات بالظبط. ماشي هاخد اعمل منه الاكل دلوقتي. دول تخدميهم تعملوا منهم الاكل دلوقتي. مش هعمل بيه كله يعني. وتحافظ على الباقي. انا هاكل عادي في الفطار. هاكل منه في الفطار عادي. ماشي يا عم. ماشي. الله اكبر الله اعظم. عايزه كيس. عايز فيه كيس هنا للباسكت بتاعت الكمونه. انتوا عندكم احلام كبيره وحكمتنا عنها. احنا عندنا نجمه صغيره وقمر صغير وفي نص صغير. انت عندكم مين؟ عندكم دي. بس انا قصدي ان انا انت عايز تاكلوا منه اكتر يعني. على منه كوزه. بصوا بقى المكنسه دي ما بتشفطش. بصوا بقى بتلاقيها عامله ازاي؟ عرفتوا ليه؟ الله اكبر الله اعظم. كان عايز اكنس الريسبشن. وبدل برضو حتى لو نفضتيها زي كده ولقيتيها ما بتفضش برضو، دي كده هتبقى عايزه تتغسل. بتمسكي بقى البتاع ده كده تغسليه، بس بتنشريه في حته ظل، ما بتنشريهوش في الشمس. يعني اغسليه مثلا ونشريه تسيبيه جوه، ما تحطوش في الشمس خالص. اختي اتلف شيء عليه اصلاحه. المفروض بقى الاقي شويه التراب دول.
قبل ما اخش هلم الغسيل ده ونشر التاني عشان ابقى خلصت الشغل اللي هنا وادخل جوه بقى. انا هنشر على قد المنشر ده والباقي هاخده للمنشر اللي الناحيه التانيه. واحده بتقول لي ايه يا علي او تعليق، بيقول لي يا خوفي يا ابو زياد يعجبوا القعده في الجنينه وانت قاعد فيها على طول. كده ايه المشكله يعني؟ برضه المشكله يعني ايه المشكله اما يعجبه الجنينه ويفضل قاعد فيها على طول؟ ما هي حاجه حلوه، حاجه بتتسلى بيها، زي اللي بيقعد يلعب، اللي بيفتح جيمنج، زي شايف ان هي افضل من التلفزيون وافضل من الفيديو وافضل من التليفونات. طبعا ما تمسكش تليفون مساعده. ايوه والله. يعني هي بتبقى هوايه، انت هوايتك ايه كده يعني؟ انا نفسي بحب اطلع اتفقد الزرع كده. بس خلي بالك اليوم بتاع امبارح ما طلعش نهائي خالص. لا ما طلعش امبارح خالص، ولا انا طلعت برضه امبارح. ففي ايام بتيجي علينا بنقعد ما بنطلعش خالص، وفي ايام بنفضل طول اليوم فيها، وفي ايام بنفضل طول اليوم فيها. الزرع عامل زي الطفل اللي محتاج دايما مراعيه. ايوه صح. انا بقى عايش بالي من ايام التسعينيات. من ايام التسعينيات. انا مثلا في الشغل بالي من غير تليفون. يعني شريحه سقطت شبكه وما رحتش طلعت غيرها، فمستمتع ان انا من غير تليفون. والله العظيم مستمتع ان انا من غير تليفون. والله يا حلو. اقسم بالله. ومستغرب نفسي ان انا ما جريتش طلعت شريحه ثانيه، وانا مستعجل اطلع شريحه ثانيه. بس كل ما فيها ان هي مرتبطه ببعض الخدمات فلازم اطلعها للاسف. انا حتى بتصل على خدمه العملاء مش عارفه بقالهم 3 ايام ما بيجمعوش خالص. يفضلوا معايا للاخر وبعدين يروح تيك 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 يروح قافلين. بحاول اخد الحاجات الكبيره بره والحاجات الصغيره بخليها هنا، لان الحاجات الصغيره بره بتطير. يعني ايه دي الكوشنز والحاجات دي. يلا نبدر الجرجير. يلا نبدر. يلا. طب اروح انشف غسيل واجي ولا لا اول؟ لا نبدر الاول عشان برضه اخش اعمل حاجه. تعالي حازم لما كان قال لي فوت 3 يعني. صار خلاص فوت 3. احنا في اخر 2. قال لي شجره المانجا دي كويسه لكن الفرع ده سليم. الفرع ده سليم اسمه برج. وده بقى مريض. شفت عربات دي؟ شايفه دي من دي؟ ايوه صح، انا كنت مستغرباها. يعني دي سليمه دي مريضه. فانا هطحها منين؟ هطحها من هنا كده. خليها تطلع برج من قدام دي كده. هخليها ان شاء الله تطلع ايه؟ التطعيمه اهي. استنى. تطعيمه ثانيه اهي. انت شايفه التطعيمه؟ ايوه. شايفه التطعيمه؟ ايوه ايوه باينه. مطعمه اهي. بس دي مريضه، فانا هعمل كده بسم الله الرحمن الرحيم. ولما تقطع ما تقطعش يعني ممكن اقطع من هنا. فالفرع ينزل ايه؟ تحت معوج. ده طالع لفوق اهو. هقطع من فيه على طول. ماشي. قطع. ماشي يا عم، ازرعها بقى. بس كل اللي طالع بقى بعديها حتى اللي طالع بعديها مريض برضه. مريض اهو، يعني اللي كان طالع برضه جديد مريض برضه. ماشي ارميها بقى عشان شمسيه. طيب انا بقى عايز اسيب دي بس دي المفروض ان انا اسيب دي بقى بعد ما عملتها. يا اما اسيبها بشمع عارف الشمع، يا اما معجون السنان، يا بحته طين كده. المهم ان انت تسد المسام دي اللي ما تاخدش هوا تنشف وتسرح منك زي اللي هناك. فاكر هناك؟ بتسرح منك في النشفان. ابويا كان بيحط لها طين. بيحط لها طين؟ بيحط لها طين ولا تزعل. انا ابويا برضه كان بيحط لها طين. في بالك كان بيحط لها طين فعلا. اهي حته طين. بس يا عم فين بقى الجرجير؟ الجرجير موجود، هجيب لك البذور. يلا بسرعه عشان عايزه ادخل احضر الفطار، عندي شغل جوه. المفروض انها تطحر وهي مريضه خلاص وتطلع، بس زعلان يعني. تحس في حاجه نقصت. تحس حاجه نقصت. لا ما هو اللي يقول لك امك الله يرحمها كانت تقولي اللي يسود ما يزود. اللي يسود ما يزود. اللي يمرض ما بلاشه.
بلاش بصي ده كان مكان الكرات. المكان ده اكتر وقت بيبقى جه في شمس بس مش كتير. وانا مش عارفه هينفع فيه الجرجير ولا لا، بس انا متاكده ان شاء الله ان هو في الصيف هيبقى حلو لو اتزرع الجرجير هنا يعني، لانه مكان ضله وحلو. اصلا ممكن يقعد قد ايه؟ عادي ممكن يقعد كتير زي يعني ده مساحه 3 شهور. حلو. ده كده حلو، بس كان عجز بقى عشان كده شلناه. فينهم انا عايزه اخلص بسرعه. ده فلفل رومي، فنجان رومي، بقدونس، بصل. عايزين نزرع بصل هيطلع. انا زرعت خلاص بس ممكن ازرع صغير بقى. ملوخيه مش هنا بقى يعني. في الحاجات دي. لا مش في دول يعني. في الحاجات دي. ده كرفس. انا بعرف. ده فاضي. دي ملوخيه. دي مرنجة. واحدة ترميتي طلعت رميتي. هحطهم لك تاني. طلع كيس فريد عليه. هحطهم لك تاني يا عم ما تغيرش. هو دول؟ ده فجل. فجل ده قوي زور. ده ايه ده؟ اصبري دي فيها كذا حاجة دي اصبري. ماشي شوف. ممكن يبقى مع الجرجير ده. ده بقى. دي بقى ده شبت. ايه ده ممكن يكون مفيش؟ زرعت كله لا فيه ان شاء الله. وتحت دي كزبرة خالص. ايه ده؟ ده فجل ده. وده بقدونس. ده بقدونس. ده بقدونس. ده خيار. ده كزبرة. كده شكله مفيش جرجير. ايه ده؟ احنا زارعين كاتبين عليها مكتوب ايه؟ ثبات. لا مكتوب ثبات. ده ثبات؟ مفيش. لا مفيش. ياكل ان شاء الله. انا ما كملتش فتح باقي العلب دول فاضيين ما خلصتهمش. ده اللي هو البوبن. مين ده فاشل؟ بص ولا تيجي التربه. ما انتش فاكر الكراسي علي قاعد قد ايه في التربه على كده. عملوا فيا تاني. ده بوينج برضه. ده فلفل. ده فلفل. ده اسمه ايه؟ الشيخ. لا الحمد لله مفيش جرجير. ده الشيخ. لا ده اسمه ايه؟ بنجر. طب ازرع بنجر. اشمعنى؟ مفيش جرجير يا خساره. اصبري على الزيت. ده ايه؟ بسله. وده ايه؟ كرات. دي حاجه ازاي؟ زعلانه ما لقيتش جرجير. فلفل. ده فلفل كبير الرومي. مفيش جرجير. السلام عليكم. استنى يا بنتي استني. ايه دي؟ مفيش. فين اسمه ايه؟ الايه؟ ده بصل؟ ده بصل. ازرع بصل. ازرع بصل. وايه تاني؟ في حاجه تانيه اللي بتيجي اعملها ده فجل. ده كمان. ده كرات. نزرعه تاني؟ نجرب؟ زرعه تاني. بس حط سماد للتربه. لا سماد هيحرق البذر. نحط سماد وسيبه 3-4 ايام. ممكن. طيب. لانها خفيفه. هو ما طلعش عشان تربطه خفيفه، تربطه ضعيفه. طب ماشي حط السماد الاول. ماشي. ده ايه؟ ده شيء ما بيطلعش. انا عارفه يا اخويا، ما احنا زرعناه هنا ما طلعش. طب المفروض ان احنا نحطه في حاجات صغيره كده ونوزعه على الجيل. ماشي. الزرع. طيب ايه من ده الزرع دلوقتي؟ انا عندي شبت وبقدونس وكزبره وعندي كرفس. عايز تزرع بصل ده يطلع لنا كمان كذا شهر كده بصل اخضر. ماشي. بس بيغيب بقى ده غير لما بتزرع بصل ناشف وخلاص بيطلع بسرعه. لا صح. اول الحوض الصغير دي كلها ما ينفعش الشجر بيزرع فيه. الله. ممكن ازرع كرات بس في تربه صغيره. جزء كده نجربه صغير. وبعد كده لما نزرع الحوض عادي.
بس استنى اصبر، ما تزرعش الكرات. اما اسال امي، هو بيطلع في الصيف اصلا مش دلوقتي. طب انا هزرع لك بيت بصل. الكرات ايه اللي بيطلع في الصيف؟ تاني كرات بتزرع في الصيف. كرات؟ هيقلي ولا في اول شيء، مش عارفه، في اول الشتاء. هو التليفون قلت لك مواعيد زراعه الكرات. عم الكرات بيتزرع في شهر 9 و11، وممكن يتزرع في شهر الربيع، يلحق في الربيع. احنا في الشتاء اهو دلوقتي، يعني لسه. شهرين ولا؟ لا شهرين ايه، ممكن 15 يوم 20 يوم الربيع يجي. طب خلاص. لا يا عم الربيع ايه، انا ايه اللي انا بفتي فيه ده؟ صيام. مش عارفه، ما اعرفش. صيام. انا عايزه ادخل احضر الفطار. افطري وبعدين بنشوف التواريخ. انا عايزه ادخل احضر الفطار. حته كده مستقره واحط فيها البصل ده. ماشي. هو يزرع شتلات بصل زي اللي بتطلع زي بدي. اللي المفروض امي قالت لي ان هي بتطلع شتلات بصل اخضر عادي. الله اعلم، بس انا اوريك التانيه هناك كويس. ما انا وريتها لهم مره. عملت بيزنس كده صغنونه يعني، اللي هي ايه ابتدت ايه. هي ايه دي؟ بس البصل كبر يا عم. ده بصل اهوت. ده بصل اخضر اهو. ده بصل اخضر. ماشي. ايه اللي انت عامل فصل ده؟ انت بتقولي ايه اللي عامل فصل ده؟ ده بتاع صغنون. ده كبر يا عم. انت اهو بصل اهو. كبر اهو. بس كبر ايه بقى؟ هيتم زي ما ممكن حفيتها لا كده. لا لا، هيتخن شويه عن كده بس مش قوي يعني. شوف انت ساعات كنت ساعات بتجيب بصل رفنع كده. رفنع. هو ده. بس كل واحده بتطلع واحده. كل واحده واحده. كل واحد شويه. كل واحده واحده. لا هنجيب بصل احسن ناشف. ايوه الناشف وبيطلع اسرع. يعني انت تجيب اللي يخليك تجيب بذور بصل. تجيب كيلو بصل صغنون. ايوه والناشف بيطلع اسرع. معاها شويه. والناشف بيطلع اسرع. ماشي. ازرع بصل ناشف تاني. الحتت الفاضيه ازرع فيها بصل ناشف. طب كده عايزين بذور جرجير. عايزين بذور جرجير، محتاجين بذور جرجير. احنا كده نحترم دول. هنحترمهم، لان احنا لو ما كناش نعرف ان مفيش جرجير ما كناش حشيناه. لا احنا بنقطع بقلب جامد عشان فاكر فيه بذور. يلا مش مشكله. فاحنا نحترم دول كده ينبتوا وان شاء الله كويسين. ماشي يلا ندخل اشوف حالي جوه. بصوا بقى، دي حافظة المطبخ اهي، عايزه احطها تتهوى كده علشان ايه، انا شلتها امبارح ومسحت المطبخ، فهحطها بقى اهي تتهوى، حتى لو مفيش شمس تتهوى كده شويه اهي، وبعدين انفضها تنفيضه حلوه وايه وادخلها بقى. تمام كده اهي، بس فيش الشمس جات لها اهي، شفتوا الشمس جات لها. يلا افتح بقى المنشر وانشر شويه الغسيل الايه الباقيين.
من اول رمضان واحنا بنفطر بلح باللبن وعصير. هطلع بقى النهارده ايه؟ بلح رطب. استنى، بسم الله الرحمن الرحيم. اهو طلع كيس بلح رطب نفطر عليه. وبالمره وانا في الفريزر اطلع ايه؟ كيس صلصه. خد يا زياد حطوه. في ميه وانقعه واغسله، وهاخد منه عود واحد بس اعمل بيه الاكل. بس زياد حط لي الطماطم هنا، مش هاخدها كلها. مش عارفه انا عندي تاني، انا عندي شويه. مش هعمل مانجا النهارده، نغير شويه. وادي البلح الرطب انا كنت مخزناه معاكم على فكره. لسه ساعتين على الفطار. دي انا يعتبر جزء كبير من الاكل جاهز. ده يعتبر نص كيلو من الكفته بس متبله يعني. انا كنت عملت جزء منها كفته، بس مش الكفته بتاع الاخيره دي، لا قبلها، وشلت جزء منها كده. قلت يا اما اعمله حواوشي يا اما مش حواوشي يا رب، يا اما اعمله مكرونه بشاميل. بس النهارده قررت اعمل حاجه مختلفه خالص، فطلعته يفك اهو. ما شاء الله فك يعني، هو قرب يفك يعني. وهحط ده بس في الايه، في ميه ينقع. وده بتشطفه شطفه كده، هشطفه شطفه كده. هغسل ايدي بس مكان اللحم، هشطفه شطفه خفيفه بالميه كده واسيبه يفك بس. وادي العصير. وانت هتعمل لنا سوبيا يا زياد النهارده. ماشي. اللبن ساقع؟ اللبن اهو لسه مطلعاه من التلاجه. بصوا ده بقى بغسله ازاي اهو. بمشي عليه الميه كده بس، بمشي عليه الميه كده بس اهو. وهو بقى بيفك لوحده. ساعة كده، ساعة ونص هتلاقيه فك. على الفطار هتلاقيه فك خالص بس. والصلصة دي هقول لكم هعمل بيها ايه. وعندي شوية صلصة كمان باقيين من المكرونة. كله بقى هيمشي مع بعض خلاص. بس هرص المواعين واغسل المواعين دي وارجع لكم تاني عشان احط التليفون على الشاحن. بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل نبتدي بقى بقلب جامد، ونبتدي بقى خلاص. دلوقتي بقى ايه بيقول لك دقت اللحظه الحاسمه، او خلاص جه الوقت اللي ما ينفعش حد يقعد فيه، اللي بتلاقي الميه ضعيفه، وبتلاقي بقى البص المطابخ كلها عماله تخبط وترزع عليها قبل الفطار بساعه ساعتين على حسب الفطار اللي انت هتعمليه. انا طبعا جهزت كل حاجتي ودخلت قبل الفطار على طول بساعة او ساعة الا ربع، عشان عارفة ان الاكل بتاعي مش هياخد وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت بقى ايه ده سفندي. زي ما قلت لكم انا مش هعمل مانجا النهارده. كان يعني هي تغيير. وكمان كان حد كتب لي في التعليقات قال لي كتر المانجا يعني بتجيب يعني بلاش مانجا كتير، املاح وكده. لكن انا عندي الولاد للاسف يعني. انا علي عادي يشرب انا وعلي نشرب السفندي والحاجات دي. انا حاطه ده سفندي بالجزر اللي ماما عاملاه، وبحط عليه برتقان. لكن الولاد ما بيرضوش يشربوه. فاما يا اما اعمل لهم صوبيا يا اما بعمل لهم مانجا بقى. فزي ما انتوا سمعتوا كده انا قلت لزياد يعمل لنا صوبيا النهارده، وعملت الايه السفندي بالجزر. طبعا انا حطيته هناك ووقفت عمر جنبه يشغل ويطفي في الايه في الخلاط. وهنا بقى دي اللحمه الكفته، لحمه الكفته متبله، لحمه كفته عادي يا جماعه. طيب لو ما عندكيش كفته متبله، لحمه كفته متبله عادي، لحمه مفرومه وهتحط عليها ملح وفلفل اسود. عايزه تحطي اي بهارات عليها بتحبيها حطي. هنا انا بعلم عمر ازاي يفضي العصير من الشفشق، فهو خايف. فانا بجمد قلبه بقول له لا يا عمر ما تخافش، جمد قلبك، صب ما تقلقش. لو وقع منك شويه الله اكبر الله اعظم، ما تقلقش يعني. حتى لو وقع منك حاجه همسحها، بس انت جدع ما تقلقش مش هتوقع. فعلا ما وقعش حاجه. فلازم تشجعي العيل كده. مسكت بقى الايه اللحمه المفرومه دي قبل ما اصبحها واكورها كده كور صغننه. ضربتها في الكبه الاول، ضربتها في الكبه الاول عشان انا كنت مطلعاها ايه من التلج، وكورتها بقى كور صغيره كده. حطيت بقى في الكبه طماطم، وهحط بقى كمان ده توم فريش كان عليه جايبوني من الجنينه، وده كزبره. لو مفيش توم فريش زي كده عادي هتحطي توم عادي، توم فصوص توم، ودي كزبره.
خلاص. المفروض بحط فلفل بس نسيت احط فلفل والله. هحط بقى ليمون وخل وملح، واحط اي بهارات انت بتحبيها، شويه فلفل اسود وشويه بهار مشكل وخلاص، او بهار حلو وخلاص، او 7 بهارات يعني. بس هي اساسها الملح والخل والليمون، وبتحطي فلفل وكزبره وتوم وطماطم اهو. ودي يبقى معايا صلصه الدقوس. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اهو بصي حطيت بقى بهارات مشكله بس، وهسيبها بقى كده هنا. احطها بقى لزياد وهقول له اضربها يا زياد بعد ما بيعمل السوبيا، لان زياد بيعمل السوبيا. هحط بقى على على الكفته دقيق. بصوا بقى حطيت شويه دقيق بقى، وابتديت اهز كده واشيل اللي بره اللي في الجناب احطه في النص، وهز هي بقى هتلف في بعضها. انا عايزاها تتلف كلها بالدقيق. خلاص سهله وبسيطه. ونص كيلو كفته، نص كيلو لحمه مفرومه هتاكلي وعيلتك كلها هتاكل، يعني هتاكلوا وتشبعوا مع شويه رز، وهيبقى خلاص يعني اكله حلوه جميله. حطيت بقى هنا العرق سوس. ده كان عرق سوس انا كنت مخمراه في التلاجة، يعني انا دعكاه كده من امبارح او اول امبارح. اخدت منه امبارح واخدت منه النهارده. تصدقوا والله انا بسجل فويس اوفر معاكم، وعايزه اقوم ادعك عرق سوس، لاني ما فيش عرق سوس، خلص اخر شويه حطيتهم. زياد بقى عمل السوبيا، وقلت له بقى يا زياد احنا ما استعملناش ده كده من الاول، كان فيه ميه، كنا حاطين فيه ميه بس كانت روعه بتحط فيه ميه وتشرب منه. فضينا الميه اللي كانت فيه، وزياد بقى حط السوبيا. قلت له اعمل كمان شفشق بقى يا زياد، قال لي ماشي. خليت بقى جنة جابت لي السجاده بتاعه المطبخ، وقلت له بقى افرم الدقوس. بص هنا حطيت بقى سمنه بلدي الغامقه شويه دي، كانت في طبق عندي سمنه وحطيته على النار عشان اسيحه، عشان احطه افضيه مع السمنه، فاحمر مني شويه. مرضتش احطه على السمنه بقى، وسبته كده. بقيت اخد منه كده جزء صغير عشان ريحتها ما تبانش في وسط، بس هي ما اتحرقتش، هي احمرت سنه وما مررتش ولا حاجه يعني. حطيت بقى سمنه، وبعدين رحت نازله بالكفته. انا عايزه احمر الكفته، عايزاها تتحمر من كل الاتجاهات. بحمر كده وابتدي اقلب بقى، ولقيت المعلقه الخشب بدات تفرفتها شويه، بقيت اقلبها بقى بمعلقه سيليكون. حطيت حله على النار كمان، وهحط فيها بصلايه، بس انا فرمت بصلايه حلوه وسط، اخدت 3/4 وسبت ربعها. هقول لكم هنعمل بيه ايه دلوقتي. بصوا بقى انا حطيت البصلايه وشوحتها كده، وحطيت مكعب مرق، وهحط بقى حبهان ورق لورا وقرنفل وهحط بقى بهارات الكبسه كلها، اللي هو كاري وكركم، بهار مشكل 7 بهارات. هحط لا يا ربي حبهان يعني وقرنفل والحاجات دي، وهشوحهم كده مع البصل. هنا معايا ايه بطاطس، 3 بطاطسات كده حلوين، هقطعهم مكعبات صغيره وهقليهم، يا اما هقليهم في الزيت يا اما هقليهم في الاير فراير. خلاص انا عايزاهم متحمرين نص تحميره كده، او تحميره كامله عادي ماشي، قليه كامله يعني سوا كامل. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. بقيت اشتغل بقى في الرز ومع اللحمه ومع ومع البطاطس. احط البطاطس في الاير فراير اهو تتحمر. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. حطيت بقى البطاطس في الاير فراير خلاص، وهعمل بقى هكمل بقى الرز. احط بقى بهار مشكل اهو، ودي كركم، وحطيت كاري، وحطيت الملح، وحطيت الميه وظبطت الملح بتاعها، وهحط الرز وهسيبه بقى يستوي كده مع بعضه. كده انا خلصت الرز، هغطي عليه بقى واسيبه واتجه للكفته بتاعتي بقى. لقيت الميه زياده شويه، هاخد ميه ومش هرميها، اقول لكم هعمل بيها ايه دلوقتي، هتنفعني برضو لانها مليانه توابل ومليانه حاجات حلوه يعني. الكفته بتاعتي بعد ما اتاكدت ان هي احمرت كويس جدا، هطلعها بقى كده، هشيلها من الطاسه. زودت معلقه سمنه كمان، خدوا بالكم. حطيت بقى ربع البصل اللي انا شلتها، هشوحها كده تشويحه خفيفه. وهجيب بقى التوم الفريش برضو اللي كان علي قطعهولي من الجنينه،
طبعا عادي انت ممكن تحطي معلقه توم مهروس عادي خالص، هي بتتعمل بتوم، بس انا زودت ربع البصله دي كده عشان اطعمها بس. وحطيت بقى توم فريش كده برضو بيديها طعم حلو. دي بقى حطيت هنا معلقتين دقيق عشان انا عايزه الصوص تقيل شويه. دي الطماطم اللي كانت باقيه مني من صلصه المكرونه، حطيت لها ميه كده وخفتها وهنزل بيها هنا، وهبتدي اقلب بقى، وهزود بقى الملح والبهارات، هظبط ملحها وبهاراتها. طبعا انا بشتغل بالويم يا جماعه، وبحاول على قدر الامكان ما ازودش الملح علشان انا طبعا صايمه، عشان الحاجه ما تبقاش مالحه، لما تبقى الحاجه عادبه احسن ما تبقى مالحه. زودت بقى الميه اللي كانت واخداها انا من الرز، وهنا بقى جبت كمان حته من صلصه الطماطم اللي انا كنت مطلعاها، خدت جزء بس صغير. وهنا بقى البطاطس كانت احمرت، هحطها هنا بقى كده، واروح نازله عليها بالكفته كده. انا كل حاجه عندي مستويه، مسافه ما تغلي هطفي عليها وخلاص. وهنا كان المغرب اذن خلاص، زياد بقى اتولى مهمه السوبيا بتاعته. الولاد كانوا مبسوطين بيها قوي، يعني هما بيحبوا السوبيا، وكمان انا حطيتها لهم في الديسبنسر فمبسوطين. كان المغرب اذن خلاص، اللهم لك الحمد والشكر. بنفطر بقى، بناكل بلح، نشرب عصير، ونروح بقى نتوضى ونصلي المغرب، وبعدين بنيجي نغرف بقى. اهو بصوا هنا خلاص اول ما غليت هطفي عليها. وهنا كمان معايا الرز كمان يتشرب حلو قوي كده. بس اللهم لك الحمد والشكر يا رب. كده تمام خلاص كده احنا اتفضينا وصلينا الحمد لله، ورجعت بقى اغرف. بقول لكم هنا الديسبنسر ده انا ما استخدمتوش السنه دي، اول مره استخدمه السنه دي. حطاه بس ما استخدمتوش، لان ما بيتحطش فيه يا جماعه، خدوا بالكم ما بيتحطش فيه عصاير فيها رواسب. هو عايز تمر، عايز سوبيا، عايز حاجات الناعمه اللي هي ما بيبقاش فيها رواسب. غرفت الدقوس وغرفت الرز، شويه رز حلوين كده. وادي كفته داوود باشا يا جماعه، عملنا كفته داوود باشا، بس زودت عليها بطاطس لان الولاد بيحبوا البطاطس، ويزود معاكي كميه كده وياكلك وياكل الولاد، ويعمل كده ويعمل لك يعني كميه حلوه. بس انا كنت جيت اغرف بالمعلقه، قلت لا انا مش بتاعت الكلام ده، انا بحب اصب كده على طول. حطي على وشها بقى شويه بقدونس، كزبره، اي حاجه خضره كده وخلاص. وده كان فطارنا النهارده. كل سنه وانتم طيبين. قبل ما تمشوا ما تنسوش تحطوا اللايك لو عجبكم الفيديو، وقولوا لي فطرتوا ايه النهارده، واشوفكم ان شاء الله على خير. سلام.